ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور مروه. النهارده هنشرح على السنتنس في الانجليش. المنهج بتاعنا سهل وبسيط جدا، بس هاتوا ورقه وقلم وركزوا معايا واكتبوا ورايا كل حاجه بقولها وحلوا معايا الاكسرسايز اللي هنعملها، وان شاء الله مش هتخرجوا غير وانتوا فاهمين كل حاجه وعارفين تحلوا عليها. هنبدا الاول بتكوين السنتنس. اوكي، السنتنس اللي هي الجملة بتتكون من 3 حاجات. ايه هما؟ subject، verb and object. ايه هو subject؟ الفاعل. subject يعني ايه هو السبجكت؟ الفاعل. طب والفيرب؟ الفعل. اوبجكت مفعول او باقي الجمله. كل واحد منهم بيتكون من حاجتين، هنعرف ايه هما بالظبط دلوقتي. السبجكت بيتكون من noun او pronoun. noun يعني اسم، ممكن يبقى اسم بلد، ممكن يبقى اسم شخص، ممكن يبقى اسم شيء. طب زي ايه؟ noun ممكن يبقى زي noun ممكن يبقى اسم بلد، اسم شخص، اسم شيء. طب زي ايه؟ Egypt، Alexandria اسم بلد. ممكن نقول برضو اسم شخص او انسان زي احمد، زي سارة. طب thing شيء زي ايه؟ زي cat، dog، table، اوكي، chair. طب هو اسم بس مفرد؟ لا، ممكن يبقى جمع كمان. يعني ممكن اقول احمد and سارة، كده هما 2. احنا عندنا في الانجليش عندنا more than one، اكتر من واحد. انا كده دخلت في الجمع، يعني من اول 2 انا كده جمع. فاحمد وسارة 2 يبقى هعملهم معاملة الجمع. عندي برضو ممكن اقول cats، dogs، ممكن اقول ممكن اقول cats، dogs، ممكن اقول tables، chairs. وقلنا احمد and سارة. طب احنا قلنا بيتكون السبجكت من حاجتين، قلنا النون ودلوقتي هنقول البروناون. البروناون هو الضمير. احنا عندنا 7 pronouns. ايه هما ال7 pronouns؟ I، we، you، they، he، she and it. I يعني أنا، أنا. طب أوكي، we نحن، you أنت، he هو، she هي، it هو او هي الغير العاقل زي كات، دوج،
table chair. اوكي. وعندنا they يعني هما. اوكي. فاحنا عندنا ضماير جمع وضماير مفرد. ضماير الجمع زي we you they جمع. طب وضماير المفرد I he she and it. اوكي. ده كان اول بارت من التكوين السنتنس. طب تاني حاجة في تكوين السنتنس هو الفيرب. تاني حاجة في تكوين السنتنس اللي هو الفيرب. الفيرب اللي هو الفعل. في عندي نوعين من الفيربس، helping verb و main verb. helping verb يعني فعل مساعد. فعل مساعد زي ايه؟ verb to be، verb to do، verb to have. طب هناخدهم هما ايه؟ كل واحد فيهم. verb to be، verb to do، verb to have. verb to be اللي هو am و is و are. verb to do و does. verb to have and has. طب بيجوا مع مين كل verb منهم؟ انا عندي I احنا قلنا على I انها ضمير. اوكي. بمعنى انا I معايا زي الشريك المخالف طول الوقت ماشيه بقاعده لوحدها، بتيجي مع الجمع، لا اما تاخد am لوحدها. ف am بتاخدها I. طب و is he و she و it. طب و are we you and they. معلش انا شرقت. ايه؟ تعبك؟ لا انا شرقت. ممكن يكون بالتأكيد. لا شرقت مش اشرح البارت ده تاني اصلا. ايه؟ ماشي. عندي الهيلبنج فيرب بيتكون من am و is و are. am بتيجي مع مين؟ am بتيجي مع I. يبقى I بتاخد am لوحدها وما بتديهاش لحد تاني. طب is بتيجي مع he و she و it. are we و you و they. طب بس كده؟ لا، معانا كمان الاسم الجمع. الاسم الجمع بيجي مع مين؟ مع are. اسم الجمع قلنا زي احمد انصارة، زي مين كمان؟ cats. اوكي. طب he و she و it بيجي معاهم ايه كمان؟ اسم مفرد. طب verb to do. verb to do عندنا do and does.
do بتاخد، هنعرف دلوقتي ليه قلنا على I. هنعرف دلوقتي ليه قلنا على I انها الشريك المخالف، لانها بتيجي مع I انها بتيجي مع do. قلنا على I انها الشريك المخالف لانها بتيجي مع do. do بتاخد I, we, you and they. طب ومين اللي زيها؟ have كمان. have و do بيجوا مع I, we, you, they واسم جمع. طب does و has بيجوا مع ايه بقى؟ مع he و she و it واسم مفرد. تمام كده، يبقى احنا خلصنا الهيلبنج فيرب. عندنا نوع تاني من الفيربس هنعرفه دلوقتي. اهم حاجه تكون بتكتب ورايا ومعاك ورقه وقلم ومركز. عندي نوع تاني من الفيرب وهو المين فيرب او اكشن فيرب، فعل اكشن، حاجة بعملها. اوكي، زي ايه؟ زي ايه؟ زي eat, drink, play, watch. ممكن اقول ايه كمان؟ ممكن اقول like, study. اوكي، طب eat يعني ياكل، drink يشرب، play يلعب، watch يشاهد، like يحب، study يذاكر. اوكي، طب الفيربس دي هي اهم بارت عندي في المعادله، في الجرامر بتاع المعادله. ليه؟ لان هي اللي بيجي عليها الازمنه اللي احنا هناخدها، التنسز اللي احنا هناخدها، البريزنت بروجريسيف، الباست، بتيجي عليها الازمنه اللي احنا بناخدها، فهي مهمه جدا. ليه بيجي عليها البريزنت بروجريسيف؟ بيجي بريزنت سيمبل، past simple and past progressive. فكل دولت على الفيرب، الاكشن فيرب، المين فيرب، هو ده اللي بيتغير معايا في كل تنس من دول. وهنعرف في المحاضرات الجايه ان شاء الله ازاي نحول الفيرب في التنسز دي. عندي اخر جزء في تكوين السنتنس وهو الاوبجكت. الاوبجكت ممكن اقول عليه مفعول، وممكن اقول عليه باقي الجمله. طب بيجي على هيئه ايه؟ ممكن يجي لي noun، ممكن يجي لي حرف جر وراه اسم noun برضو، ممكن يجي لي adjective، ممكن يجي لي adverb. نخليها noun.
طب examples اكتر عشان افهم يا دكتور ايه يعني ايه. ممكن يجي noun، ممكن يجي adjective، ممكن يجي adverb، وممكن يجي preposition. ممكن يجي noun زي و preposition plus noun، ودي حالة لوحدها. النون قلنا اسم، adjective صفة، adverb حال. يبقى النون اسم، adjective صفة. طب ايه الادجكتيف دي؟ زي طول، short، big، small، beautiful، جميل، beautiful جميل، طول طويل، short قصير، big كبير، small صغير، beautiful جميل. اوكي طب احنا هنا بناخد بريف بس عنها. قدام في parts of speech اجزاء الكلام هنعرف تفاصيل اكتر عن الادجكتيف، هنعرف تفاصيل اكتر عن الادفيرب. ركز معايا، هات ورقه وقلم ويلا عشان احنا كمان شويه وهنقعد نحل على اللي احنا خدناه ده. اوكي طب ايه الادفيرب؟ الادفيرب ده زي ايه؟ الادفيرب زي الصفه بس بحط لها الواي. عندي صفه زي bad بحط لها ايه؟ الواي، هتبقى badly. الحته دي لو دخلت هنا هيعمل. او ممكن يجي لي preposition زي ايه؟ preposition plus a noun. طب ممكن ندي examples يا مس؟ انا مش فاهمه يا دكتور، انا مش فاهمه البورد ده. ممكن تدينا example عليها، مثال، حاجه اقدر افهم منها زي ايه؟ she is tall. احنا قلنا ده ايه؟ she ده pronoun، يبقى ايه؟ subject. طب is helping verb، am و is و are verb to be. طب tall ده ال adjective بتوصف مين؟ بتوصف ال noun. طب عندي حاجة زي الادفيرب هو بيبقى عبارة عن الادجكتيف وبحط لها ال واي. طب ادفيرب زي ايه؟ زي bad. الادفيرب زي ايه؟ زي bad يعني سيء، احط لها ال واي تبقى badly. عندي beautiful هتبقى beautifully، beautiful وحطيت لها ال واي. طب بيوصف ايه الادفيرب؟ الادفيرب الحال، يصف الفعل، الفيرب نفسه. انما كان عندي الادجكتيف كانت بتوصف ايه؟ انما كان عندي الادجكتيف كانت بتوصف ايه؟ بتوصف الناون زي ما قلنا ورا. يبقى كنت بقول شي is، لا باشا نرجع لورا. كنت بقول عندي هنا she
is tall. كنت بقول عندي هنا she is tall. انا tall هنا اللي هي الادجكتيف وصفت مين؟ وصفت she. السبجكت الناون. طب هنا عندي انما هنا عندي الادفيرب بيوصف ايه؟ الاكشن. الاكشن زي ايه؟ زي she acts badly. هي بتتصرف بطريقة سيئة. she acts. الاكت او الاكشن او الاكس بتاعها هو اللي badly مش she. اوكي، احنا كده نبقى خلصنا شرح تكوين السنتنس. هنشوف احنا كده نبقى خلصنا شرح تكوين السنتنس. هنشوف اكزامبلز دلوقتي ونحل مع بعض. اهم حاجه تكتب ورايا ورقه وقلم وحل معايا، وقف الفيديو وحل، وبعدين افتحه تاني وتشيك على الانسرز بتاعتك. شوف انت حليت صح ولا غلط برضه، عشان تبقى بتدرب نفسك من وانت قاعد ان انت ايه فهمت ولا لا. اوكي، ودلوقتي هنحل مع بعض كويشن صغير كده هيوريني هل انا فاهمه اللي اتشرح لغايه دلوقتي ولا لا. هو الكويشن على البروناونز كلها. انا مطلوب مني ان انا املى الفراغات دي ببروناون يكون مناسب ليها. اوكي، من I we you they he و she و it. عندي نمبر 1 بيقول ايه؟ a dog. dog. عندي نمبر 1 بيقول ايه؟ a dog space a dog. a dog ده شيء غير عاقل. الدوج ما عندوش دماغ، هو غير عاقل. طب هياخد ايه؟ هياخد it. دلوقتي هنحل عن لا في واحدة لسه ما مسحتش. هنحل دلوقتي على البروناونز، وافكرك تاني ان انت تقدر توقف الفيديو وتحل وبعدين ترجع تشيك يور انسر تتاكد من اجابتك. نمبر 1 بيقول لي ايه؟ سبيس از ا دوج. دوج هنا عندي غير عاقل، هتاخد ايه؟ من الضمائر I we you they he she it. هتاخد it، يبقى it is a dog. اوكي، نمبر 2 بيقول لي space is my father. father يعني أبي، وعندي is. اوكي، طب يبقى هناخد ايه مع is؟ هناخد he. هو he is my father. طب عندنا نمبر 3 بيقول ايه؟ are my teachers. are my teachers. teachers هنا عندي are جمع، فانا اما يبقى عندي are جمع هنقي من البروناونز الجمع اللي هم ايه؟ we you they. we you they. ايه are my teachers اللي تنفع لها الوحيده؟ they هم اساتذتي. they are my teachers. اوكي، المرة دي هنعمل حاجة جديدة. ايه هي؟ underline the verb. هنحط خط تحت الverb اللي هو الفعل، و circle the subject.
حط circle دايرة على السبجكت. اوكي تعالوا نحل مع بعض. نمبر 1 بيقول لي ايه؟ نمبر 1 I have a phone. I ده مين؟ صح؟ شطار جدا. I ده pronoun يبقى هعمل عليه ايه؟ البروناون كان بيبقى ايه؟ subject يبقى هعمل عليه circle. طب و have it's a verb. طب verb ايه؟ helping verb ولا action verb؟ it's helping verb. yes verb to have or has يبقى هنحط تحتها ايه؟ line underline يعني هنحط خط. طب ممتازين جدا. طب number 2 Sarah reads books. Sarah reads books. هنا عندي Sarah it's a name noun يعني. طب هنا عندي سارة it's a noun. noun ده kind of subject يبقى اعمل circle على سارة. سارة reads هنا هتبقى ايه؟ yes ممتازين excellent. reads يعني action verb. super. اوكي حط تحتها line. طب number 3 أحمد has a car. أحمد has a car. أحمد yes subject circle. جميل بقيتوا بتحلوا أسهل وأسرع. has زي have صح؟ it's a helping verb underline. طب number 4 they eat sandwiches. they هنا عندي تبقى pronoun يبقى هعمل البروناون من هو السبجكت يبقى هعمل عليها circle. we eat action verb حط تحتها خط. اوكي طب عندي we need food. it's a pronoun subject pronoun يبقى اعمل عليها circle. احمد we need food. يبقى ده pronoun يبقى need تبقى الverb. جميل جدا. need يعني يحتاج. we need verb. احنا وين تعالوا نحل مع بعض اخر واحدة. we need food. we هنا it's a subject pronoun يبقى عامل عليها circle. need it's a verb يحتاج yes هحط عليها تحتها line. سوبر ممتازين جدا. اتمنى تكون السيشن كانت سهله وفهمتوا الحاجات. احنا النهارده شرحنا البيزكس بتاعت السنتنس، اقل حاجه في السنتنس وازاي تكوينها. الحاجات دي مهمه جدا ولازم تتذاكر ولازم تكونوا بتكتبوا ورايا عشان وتحلوا معايا عشان الموضوع يبقى اسهل معاكم. وان شاء الله السيشن الجايه هنشرح البريزنت بروجريس. شكرا.